السلام عليكم متتبعينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو. اليوم جينا نهضروا على واحد لا فيديو اللي هو دير بوم ديال يسرى ومرات الاب ديالها اللي ناضت بيناتهم واحد الضجه اللي تنظن ان كل شيء كيهضر عليها. وكما راكم عارفين دائما كنبغي نوصل لكم بالجديد. هاد الضجه اللي هي فاش مشاو فاش كانوا غادي يجيبوا العروسه اللي خلاوها هما ويجيو. انتقادات اللي بزاف ديال القنوات كيهضروا عليهم، اللي هي فاش حطات لا فيديو يسرى وقالت شهر العسل مع العروسه والعريس. انا بغيت نعرف واش شهر العسل كيكون خاص بالزوج والزوجه ولا كتكون داخله فيه الام والبنات وكل شيء. انا راه ما عمري شفت هذا، وكنشوفوها انها فرحانه وكتشطح لالا بهذيك اش كيقولوا لهم كاع ما عرفت هذيك ديك الطبل ولا ما نعرف، ومشاو لواحد البلاصه فرحانين. والغريب في الامر اللي غتكونوا لاحظتوا معايا كاملين انها كنعرفوا الزوجه خاصها تجلس حدا الزوج، ياك هادشي اللي كنشوف. ولكن هي يسرى جالسه لقدام ومرات الاب جالسه اللور، ما فهمنا والو ولاصقين فيها وما كيعطيوهاش الحق حتى تهدر. وما عرفتش هاد الزواج واش هو زواج عن حب ولا زواج غير مصلحه وصافي، غير خصهم يفقسوا سعاد زعما راه صافي راه انا تزوجت ونسيتك ولا وبغيت نعيش حياتي ولا ما فهمتش. وبالنسبه ليسرى جاوبت على واحد الكومونتير اللي قالت ليهم، قالت هي ما كتجاوبش على التعاليق ولكن غادي تجاوب ديال واش هي مدابزه مع ماماها. هي ما مدابزاش مع ماماها، هي كتمشي عند ماماها وكتشوفها. ماشي زعما قالت لكم هي مفارقه مع امها ولا شي حاجه. وحنا كنشوفوا في اللقاء الصحفي اللي خرجت فيه سعاد كتقول باللي انا ما شفتهمش، من شحال هذه ما شفتهم، ما جاو عندي ما والو، ودوزو راس العام مع باهم، انا راه ما شفتهمش. وهي كتقول لك انا راه تنشوفها راه بحرا شفتها. يعني مخربقين حتى شي واحد ما يعني ما جا لراس الخيط وقال الهضره نيشان. هي كتقول شكل وسعاد كتقول شكل، وكيف ما راكم شفتوا جاو محتفلين وفرحانين وعجبهم الحال باللي بالعروسه الجديده اللي كيف ما قالت هي، وكيضحكوا وداروا مقلب لفاطمه الزهراء انها العروسه سرقات ليها التليفون وخزناته وقالت ليها راه توضر. يعني بيناتهم واحد الاجواء اللي هي في شكل. كنتمنوا من الله انها تدوم، يعني هاد الاجواء انها تبقى هكا كيف ما هي، يعني ما تبدلش، يعني تبقى هذيك الاجواء كيف ما شفناها دابا نشوفوها يعني من قبل، يعني ما تغيرش، يعني ما دوش واحد المده نيت ونشوفوا ان هادشي غير كذوب. وكيف ما قالت قالوا بزاف ديال القنوات بهذا الشيء راه غير كذوب. هو تزوج حقا ولكن تزوج غير مصلحه، وتزوج غير باش يطلع قناته، وتزوج غير باش يفقى السعاد. ولكن هذا الشيء راه من بعد غادي يبان، راه حتى شي حاجه ما كتخبى، راه كلشي كيبان، كلشي كيبان، يعني مع الوقت غادي نكتشفوا كلشي. ويسرى قالت باللي راه كيف ما كتكون مع امها حتى دابا راه خصها توقف مع باها. كيفاش واقفه مع باك؟ فاش واقفه مع باك؟ خاصك تكوني سند لامك. دابا انت خصك تكوني حداها مسكينه، هي محتاجه ليك. لا فيديو اللي حطات اولا اللقاء الصحفي اللي دارت مع ديك قناه الدار، انا والله حتى بكيت، كتبكي مسكينه كتقول لهم ولادي توحشتهم، ولادي ما شفتهمش، انا بغيت ولادي يتجمعوا. وبقى مسكينه لحد الان كتخلص على ولادها المدرسه، يعني على فاطمه الزهراء والدراري بجوج. وحنا كنشوفوا دابا الدراري كيف كانوا كيف ولاو دابا معاها الحمد لله وعجبهم الحال وفرحانين، يعني مرتاحين. والوليد كيقول ليها بغى يمشي للبحر قالت ليه غادي نديك، وكتخيرهم ومهليه فيهم. يعني كنشوفوا بزاف ديال التغيرات اللي هما الاحسن منهم الدري نيت المدرسه وشحال من حاجه. ولكن المشكل في يسرى هي اللي دايره هادشي كامل. الا دخلتوا التعاليق وقريتوا غتلقاو اغلبيه التعاليق كيهضروا على يسرى، انت اللي درتي، انت اللي فعلتي، انت اللي هادي، انت خاصك تكوني دابا مع امك، خاصك شحال من حاجه. ولكن كيف ما كيقولوا بزاف ديال الاخوات، يعني غادي يجي واحد الوقت وغادي تفرش كلشي وغنعرفوا الحقيقه، غنعرفوا كل حاجه واشنا هي.
نعرفوا هاد الزواج مصلحة ولا زواج عن حب كيف ما كيقول هو، المدة ديالو ديال شهر، غادي نعرفوا أي حاجة. المهم أنا دائمًا كيف ما راكم عارفين دائمًا كنبغي نوصّلكم بالجديد. وبالنسبة حتى لسعاد، فرحت ليها قسمًا بالله، فرحت ليها من قلبي أنها مشات للصالون ومشات تهلّط في راسها وقررت أنها كيف ما قالت قررت نعيش حياتي وننسى الماضي، لحقاش الماضي أصبح مستحيل. عجباتني مني مشات وصيبات حجبانها وتهلّط في راسها وعطات لراسها شوية د الوقت أنها تهتم براسها. مزيانة. فكيف ما قالت هي أولادكم وأموالكم فتنة، فبصح ما كذباتش. كيف ما قالت راه ما كذباتش، راه المال والبنون راهم فتنة. واش غادي نقول لكم والله. وواحد الأغنية خلاتها أنا غادي نحطها لكم النيت قسما بالله تتبكيو. قولوا لي هاد الأغنية شنو كتعني بها، هاد الموسيقى شنو كتعني بها سعاد؟ كتعني بها بلي أن توحشت بناتها بغات تشوفهم، ويسرا كتقول لك لا راه أنا كنشوف أمي، غير كتكذب قالت لك أمي حقا هي اللي ما كتبغيش ندير معاها لا فيديوهات، ملي كنمشي نشوفها هي اللي ما كتبغيش. ما يمكنش انت درتي لا فيديو شوهتي كلشي. نهار جات دي خوك مالك ديك الساعه صورتيها وهي مسكينه عند الباب كترطا وكتخبط في كعويه وكتغوت، وانت كتقول ليش بغيت ندير ليها ماما شوهاتني. بالعكس ما شوهاتكش، هذيك راه كبدتها، تقدر تلح عليها في العافيه، راه ولادها هادوك ياك. قلتي لا شوهاتني امي شوهاتني ودابا انا راه يعني عندي تواصل مع امي، ولكن هي ما كنبغيش نصور وهي ما كتبغيش. واش نتوما صورتوا لي ما هو صورتوا الفضيحه؟ غير فما بالك تصوري انك مشيتي عند امك وشفتيها وتلاقيتي معاها وبقيتي معاها صله الرحم وشفتيها وجلستي معاها النهار كامل قيلتي معاها، هذه اللي ما بغيتيش تصوري. احنا ما فهمناش، اللي متفق معايا يقول لي شي حاجه. كيفاش هادشي ما فهمتش. العروسه جات بوحدها، ما جات لا امها لا اختها لا حتى شي واحد من عائلته. حقا قال لك ما جاوش معاها. هادشي كامل موراه شي حاجه. ان شاء الله انني كيف ما خلاتها واحد الاخت غادي نتواصلوا للجديد، وان شاء الله انا معكم دائما في كل جديد، انا معكم. فغادي نخلي لكم الموسيقى اللي هي كتبكي اللي حطات سعاد، وقولوا لي شنو كتعني بها في نظركم نتوما. كتعني وليداتي راه انا توحشتكم، فخليكم معايا حتى لهنا. غادي نقول لكم السلام عليكم، لا فيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.